السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده جولتنا بقى في شارع الرواعي في العتبة. انتوا عارفين طبعا الشارع ده بيبقى مليان جوزات وبوتات كده، بواقي المحلات عباس العقاد ومدينة نصر. انا كده واقفة في تاني فرشة على طول قبل المول صدناوي، ده تاني فرشة على طول اول شارع الرواعي يا بنات. اي بوت اي كوتش من هنا اوريهولكم ب100 جنيه. الفرشة دي فيها حاجات كتيرة جدا حلوة، حاجات فلات وحاجات بهيلز كده واشكال كده شكلها حلو، في حاجات فورمال وفي حاجات كاجوال. يعني حاجة زي كده دي طبعا بتتصنف لانها فورمال، وحاجات كده بتبقى كاجوال. الموديلات كتيرة بصراحة، وكان في حاجات كتيرة شكلها حلو من هنا، وفي كمان مقاسات. فانتوا لو رحتوا اي وقت هتلاقوا شغل جديد. هما كمان زي ما انتوا عارفين ان هما يوم الحد بيبقى اجازة، فانتوا لو نزلتوا هتنزلوا يوم الجمعة بيبقى الشغل الجديد بتاع العتبة، ويوم الحد طبعا بيبقى تصفيات او الشوزات اللي بتبقى بأسعار اقل طبعا. فالشغل الجديد الحلو هتلاقوه يوم الجمعة. بصوا الحاجات الهاف وود ده حلو جدا، الهاف وودات دي تحفة بجد، شكلها حلو جدا، والتقفيلة كمان يا بنات حلوة. بحاول كده ان انا اقرب لكم كده بالكاميرا عشان تشوفوا شكل الهاف وودات اللي انا بصورها لكم. كمية هاف وودات هنا بجد ما تتفوتش. شايفين الهيلز وبفيونكة ده اخر شياكة واخر روقان. بصوا البيج ده كمان تحفة وبسوسته كده، يا سلام يعني على الشياكة والاناقة. وبصوا كمان ده تحفة جدا، وهنا كده في كده ضفيرة كده شكلها حلو على الرقبة بتاعت الهاف بوت، حلو جدا. قعدت اصور لكم هنا كل الهاف بوتات اللي هنا خطيرة. كوتشيهات بقى اي حاجة من هنا ب100 جنيه يا بنات. بصوا حاجة زي كده ب100 جنيه اي حاجة من هنا. شايفين اشكال اللي هو بقى اللي هو الكوتشيهات العنكبوت دي، واللي هو اللي هو الابيض ده حلو قوي. وبصوا حاجه زي كده كمان ب100 جنيه. من هنا بقى راحت على هنا، صورت لكم الفرشه كلها صراحه كانت حلوه قوي قوي. الكوتشيات دي عجبتني جدا لان بلاقي بنات كتيره جدا بيجيبوها بصراحة وبيشكروا لي فيها، بيقولوا لي دايما بيبقى الكوتشيات دي في العتبة ارخص من الوكالة. كنت انا مصوره لكم في الوكالة ب130، فقالوا لي لا انتي في العتبة لو روحتي هتلاقيها ب100، ممكن كمان تلاقيها ب95. ولو روحتي كمان في العتبة تعرفي تفصلي مع البياع، لو شاطرة في الفصال هتعرفي تفصلي براحتك وهتاخدي الكوتشي ب85 كمان. فهنا بقى كانت الصراحة عجبوني قوي قوي كل الكوتشات اللي هنا ب100 جنيه. مين يصدق بس يا بنات ان الحاجات الحلوة دي ب100 جنيه؟ بصراحة اشكالها حلوة قوي، وناس كتيرة جدا كانوا بيقيسوا كده وحاجات كده قمر قمر قمر. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش يا بنات ان اللايك بتاعكم ده هو اللي بيرفع لي الفيديو، بيخلي عدد كبير من البنات يشوف الفيديو ويستفادوا. انا هنا بقى وصلت للمعادن العربي الحديثة. هنا بقى الكوتشيهات دي 120 زي ما سمعتوا كده معايا يا بنات. الكوتشيات اللي هنا فرشة كلها رجالي، اي حاجة من هنا ب120 جنيه. في موديلات كتيرة جدا، وفي حاجات شكلها حلو خالص، وفي حاجات اللي هو من الخامة اللي هي مش عارفة الكوتشات اللي هي اللي على شكل شراب دي او خامة الشراب دي، مش عارفة اسمها ايه. بس في بصراحة كوتشات حلوة جلد، وفي حاجات فيتنامي كده حلوة قوي قوي. الحاجات هنا ب120 جنيه، والموديلات اهي عندكم موديلات كتيرة جدا. والفرشة دي بصراحة كانت يعني ناس كتيرة جدا كانوا واقفين عليها بيشتروا، لان فعلا الموديلات كتيرة واشكالها حلوة قوي قوي. بصوا ده كمان بصراحة كان خطير جدا يعني. وري الفيديو ده بقى لباباكي لاخوكي لجوزك، لازم يشوفوا الحاجات الحلوة اللي متصورة دي في العتبة. انا بصور حريمي وبصور رجالي وبصور اطفالي كمان، فهتلاقي الفيديو متنوع، حاجات كتيرة جدا هتلاقوها هنا في الفيديو. بصراحة اسعارها حلو، كنتش بصور لكم اي حاجة، كنت بروح لكم على الفرشة اللي بتبقى اسعارها حلوة، وكمان الموديلات بتاعتها اللي تبقى حلوة قوي. هنا بقى رحت لكم على الفرشة دي، كانت شنط جميلة قدام كده فرشة الصياد. قدام فرشة الصياد بقى يا بنات هتلاقوا الفرشة دي بتاعت الشنط دي. اي شنطة من هنا ب85 جنيه، اي حاجة من هنا يا بنات ب85 جنيه. وهوريكم اشكال الشنط. هتلاقوا بقى من الشنط الصغيرة اللي طالعة دي، وهتلاقوا كمان شنط الكروس
الحاجات الحلوة دي يا بنات اللي انا بوريها لكم دي ب85 جنيه. شايفين دي حاجة زي كده ب85 جنيه وبكروس كده وبسلسلة. وبصوا حاجة زي كده كمان صغيرة كده برضو شكلها حلو. وبصوا حاجة زي كده. الفرشة بقى كان عليها شنط كتيرة جدا موديلاتها كانت متنوعة. هتلاقوا منها الشنط الكبيرة والشنط الصغيرة. بصوا حاجة زي كده برضو كان شكلها حلو جدا واللون كمان كان حلو. بصوا اللي هي لونها بينك دي خطيرة جدا وشكلها حلو جدا. بصوا الحاجات دي ب85. فانتوا لو رحتوا على فكرة يوم الحد هتلاقوا الحاجات دي ارخص كمان. زي ما قلت لكم ان يوم الحد دايما بيبقى يعني في العتبة بيبقى ارخص بكتير. وهتلاقوا كمان تصفيات. بصوا هنا ب85 جنيه. اي حاجة من دي خطيرة شكلها حلو جدا. طبعا طالعة موضة. بصوا الشنط دي كمان كان في منها موديلات وفي منها الوان. هوريكم كمان الالوان منها. كان في منه الجملي وكان في منه كمان الاسود الصغير دول. وكان في منه كمان الابيض اللي هو على تايجر. وده قدام على طول فرشة الصياد يا بنات. يعني انتوا لو رحتوا هتلاقوا الحاجات دي موجودة قدام فرشة الصياد على طول. زي ما انتوا شايفين كده الشنط تقفيلاتها حلوة والوانها كمان حلوة وموديلاتها كمان خطيرة. يعني هي ما تقلش عن اي شنط بتشوفيها في اي محل من محلات مدينة نصر او عباس العقاد او كده. بس طبعا يا بنات يعني الاماكن دي زي العتبة او الوكالة حاولوا انك تنزلوا بدري عشان تلاقوا الحاجات الحلوة دي. يعني الصياد بيفرش حاجته على الساعة 11 وكل الناس بيفرشوا حاجاتهم على الساعة 11 و10 كمان هناك. فانتوا لما تروحوا بدري عشان الحاجات دي زي ما انتوا شايفين يعني ناس كتيرة جدا الحاجات دي بتتخطف. فانتوا ممكن تروحوا ما تلاقوش الحاجات دي من كتر حلاوتها. بصوا شنطة زي دي كمان ب85. يا سلام يعني على الشياكة والأناقة. فعلا الحاجات كان شكلها حلو وجلد وشكلها حلو جدا. بصوا دي كمان. وكمان كان في منها كده الدراع بتاعها اللي هو الطويل. ممكن بقى تلبسيه كروس كمان او ممكن بقى تلبسيه تمسكيه كده كفورمال. كان موديلات كتيرة جدا موجودة هنا. بصوا البني دي وكان في منه كمان اللون الاسود. دي اكتر واحدة كانت عجباني اللي لونها اسود في جملي. دي حلوة قوي. ما تنسوش يا بنات اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي. ما تنسوش يا بنات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ينزل على طول الفيديوهات على الصفحة الرئيسية على اليوتيوب. كمان يا بنات ما تنسوش ان اللايك بتاعكم ده هو اللي بيفيدني وبيخلي عدد كبير من البنات يشوف الفيديو ويستفادوا. بصوا كمان دي عجبتني برضو حلوة. يعني لقيت منها اللون الاسود لقيت منها اللون البيج. وكل اللي هنا هتلاقوا من الموديلات الجديدة. يعني الموديلات اللي هي بتلاقيها في المحلات يعني. بصوا ب85 جنيه اي حاجة من هنا. بصوا دي كمان حلوة قوي قوي. بصوا الكروس دي خطيرة. ودي كمان عجبتني قوي. الحاجات دي طالعة موضة وترندي جدا. يا رب تكون الجولة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.